ليه العقلانية الألمانية أشطر مني أنا كمصري أو عربي؟ أو ليه هما ناجحين عنا؟ بص يا معلم، هو في ناس أوروبيين وفي ناس ألمان بالذات بيبقى دماغاتهم ناجحة أوي، بس فيهم مميزات بصراحة في شخصيتهم، في العقلانية بتاعتهم أحسن منا بكتير، أو أحسن من معظم الناس اللي زينا. وفي منهم ناس فاشلة كتير قوي. أنا عايزك أتكلم معاك النهاردة من الآخر، أنا ليه شايف ان الالماني او الاوروبي اللي انا اتعاملت معاه الفتره اللي فاتت دي كلها بحس ان فيهم مميزات مش موجوده فينا، ولو موجوده فينا هتعلينا جدا جدا جدا. وعلى فكره هتفرق معانا جامد قوي، لان فعلا في ناس كتيره قوي قوي منا عرب مصريين مش هتفرق، بس الحته دي مش موجوده عندهم. وهي ايه بقى الحته دي؟ بص يا معلم، هي مش حته واحده، هي كذا حته بصراحه يعني عشان اكون بس معاك صريح من الاول، انا شايف كذا حاجه. اولا أم، احنا مش فاهمين نمشي ازاي. يعني احنا تايهين، معظمنا تايه. معظمنا ممكن يكون بعد 20 سنة شغل ولسه بيفكر يغير الشغلانة بتاعته والكارير بتاعه، مش عارفين احنا عايزين ايه. الفرق ده للأسف جامد جدا وبيبوظ فينا خطط كتيرة، فبالتالي انت مش عارف تضحي في انهي وظيفة، في انهي شغلانة. ممكن تكون ضيعت 10 سنين في حتة معينة وتفكر تغيرها عشان انت مش واثق ان هي ديت المطلوبة دلوقتي، وهكذا. بس ده مش موجود عندهم كتير بصراحة. وهم معظمهم بياخدوا سكة وبيكملوا فيها، وما بتلاقيش ده نسبة التردد ديت، عارف يعني، مفيش قلق. هو عارف هو عايز ايه، ومن بدري ومن صغره ومن سن كبير قوي. يعني من الاخر كده تقدر تقول الوعي عنده عالي جدا في سن صغير. أم، بيبقوا عارفين يجربوا ايه من الاول. وعلى فكرة ممكن يغير شغلانة وشغلانة، بس هو في الاخر بتلاقيه ماشي على يعني منهج معين واضح من بداية يومه. والناس قليل قوي اللي بتغير وبتعمل شيفت والجو ده بصراحة. فدي حاجة ميزة قاتلة لو موجودة عندنا، هنبدع قوي في حتتنا على فكرة. يعني ممكن تلاقي فجأة عندنا احنا ناس بتغير مكان لمكان لمكان، وده بيشتتك يعني بيخليك انت نفسك مش عارف تعمل ايه. فدي نقطة. تاني نقطة ان احنا بنرغي كتير قوي، بنرغي كتير قوي قوي، والرغي ده مودينا في 60 داهية. بمعنى مش هقولك في المجتمع الألماني، بس هقولك في خلينا نقول في محيط البيئة العملية الايه الألمانية الأوروبية شوية. محدش بيتكلم كتير، ما بيتكلموش مع بعض كتير على ناس وينموا، والكلام ده مش موجود قوي. موجود يمكن في الحياة اللي بره، بس مش في العمل. عندهم العمل ده والشغل مجرد، فاهم، انا جاي اقضي حاجتي واشتغل في الحاجة اللي انا عايزها واللي بحبها عشان عندي حاجة معينة عايز اوصل لها، وشكرا. ما بيخلوش حد يشتتهم يعني. او خلينا نقول، عشان برضه ابقى فيه، لان انا عارف الناس هتهاجمني لما تقول يا بس على اللي بقوله ده. خلينا نقول في مستوى معين في العمل. يعني الناس اللي نجحت في مكانها، الناس اللي عليت في مكانها بيبقوا محددين ومتقسمين، عارفين هم رايحين فين، ومش عايزين حاجة تشتتهم، ومش فاضيين لكلام حاجة، ومش فاضيين لجو من الآخر يبوظ لهم وقتهم. من الآخر الوقت عنده بقى مش هقول لك ليه معنى، هقول لك هو كل حاجة تقريبا. هو ما بقاش مستعد ان هو يضيع معاك 3 دقايق في حاجة هو عارف ان هو مش هيطلع منها ولا منفعة، فاهم قصدي؟ فبيفكروا كتير قوي، ما بيضيعوش وقتهم في الحاجات دي، ما بيرغوش كتير، ما بيتكلموش على بعض كتير، لان هو عارف هو عايز يعمل ايه، مش مستعد لتضييع الوقت ده. فدي نقطة للأسف مش موجودة عندنا. وللأسف احنا عندنا عكس اعكاس ده خالص، وبيودينا في 60 داهية، ومش بينجحنا. او اغلبنا احنا ممكن اللي عنده ما بينجحش فيها بسهولة. لان اوحش حاجة ممكن تعملها في الدنيا هو انك انت تنشر من الاخر الايه، الطاقة السلبية دي، عارف، لانك بتتعرف يا معلم وبتتجاهب يعني من اول يوم بيبان، والناس كلها بتنفر من هذا الشخص يعني. وللاسف احنا كتير قوي بالشكل ده. أم، فدي تاني حاجة. مثلا تالت حاجة، الحاجة اللي انا شايفها مش موجودة عندنا برضو كتير قوي، هو ان احنا ما بنركزش بسهولة. مش كلنا بنعرف نركز، واللي بيركز فينا هو نادر. نادر وجوده، مش محمد نادر، لا هو نادر وجوده بجد. احنا عندنا يا معلم ناس كتيرة قوي ما بتعرفش تركز، ولو احنا ركزنا هنطلع بحاجات كتيرة قوي.
هم بيركزوا جامد قوي بصراحة، بيركزوا من اول السطر لغاية اخره. بمعنى انك انت لو قاعد 4 5 6 ساعات مع بعض في شغل مثلا بتتكلموا في موضوع، هتلاقي العقلانية الألمانية الأوروبية ديت مش تعبانة، مش مفرهدة، مش اللي هو عمال تبص في الساعة كل شوية تقول لك بقى أنا همشي إمتى بقى، أنا إيه ده، إحنا بقى لنا بتاع 5 ساعات، إيه ده وناقص ربع ساعة، ها يلا هنمشي ولا إيه؟ مفيش الجو ده خالص. في تركيز من أول ما بدأنا لغاية ما خلصنا، لغايه اخر لحظه. ده بالعكس ممكن تطلع كمان بعد 4 ساعات وتلاقي واحد ماشي ورا مثلا الترينر ولا البني ادم اللي كان بيدي البرزنتيشن، وعمال يساله في حاجات وعايز يعرف منه، عارف في جوع كده جوع غير طبيعي. فاحنا ما عندناش دي بسهوله للاسف. ناس كتيره قوي عندنا ما تعرفش تركز مده طويله، ما بتعرفش تصبر، ما عندهاش صبر قوي في الحاجات دي. بس مش هقدر الوم ان هي مشكله في التركيز والصبر بس، لان هي اعتقد مشكله كمان في ان مفيش باشن، يعني مفيش حب للحاجه اللي انت فيها واللي انت بتعملها، لانك انت مش طالع على هذا المبدأ. فاهم حاجه؟ طالع على مبدأ انك انت تسرفايف، يعني انا اعيش وخلاص، احاول ان انا اعيش في اي حته، في اي شغلانه، في اي وظيفه، المهم اخد فلوس وخلاص واعرف اعيش. فدي مشكله، ودي حاجة احنا لو فينا يا لهوي هنفرق جامد قوي. حاجة بقى انا شايفها حلوة فينا، هقفل الفيديو بيها، ومش موجودة فيهم على فكرة، ولو لفيت اوروبا كلها هتلاقي الموضوع ده ضعيف جدا ومش موجود بسهولة. هو يا معلم الكرياتيفيتي، الابداع بصفة عامة، او مش الابداع، هنقول انك تبقى كرييتيف، يعني عارف بتفكر outside of the box. دي موجودة فينا احنا بقوة هائلة، بس للأسف بنستغلها أسوأ استغلال. ناس كتيرة منا بتعرف تستغلها بس مش هقولك 100%. احنا عندنا قوية جدا، تفكيرنا واسع، وعارف خيالنا واسع معنى أصح، وممكن نطلع بمليون فكرة وبمليون حاجة. فيما ان نفس الوقت اللي جنبك مثلا اوروبي والماني اسباني واتيفر هو ايه، ممكن يطلع لك بفكرتين 3 بس، وانت ممكن تجيب له افكار الدنيا والدين. فاحنا ميزة فينا، بس للأسف مش بنستغلها في مكان الصح دايما. بنستغل، يعني على حسب خبرتي، يعني انا بشوف ناس كتير بتستغلها في حاجات تضرك بشكل انك تهرب من اللي انت مش عارف تهرب منه في الشغل. فاهم حاجة؟ يعني بنفكر بأساليب، بنبتكر أساليب ازاي انا اقلل اللي عليا، فاهم ازاي، او اخفف اللي موجود، او اهرب من الحقيقة، او ما بينش الواقع، عارف اي حاجة. مش بنستغلها بشكل يعلينا. خد فكرة جديدة تطور مش عارف كذا، خد فكرة جديدة تطور كذا، مع ان هم بقى ممكن يفكر في فكرتين بس او فكرة واحدة، بس الفكرة والفكرتين دي مجهوده كله العقلاني طالع في ان هو ازاي يطور الحاجة، يخليها احسن، يخليها اقوى. فاهم ازاي؟ ف قليل اللي بيعمل فينا كده، واللي بيعمل كده بينجح فينا وبيعدي ويبقى شاطر وبيتحط عليه العين. بس مين فينا بيعمل كده؟ قليل جدا، يعني بجد بدون مبالغة فعلا نادر انا ما قابلت حد بيفكر بالمايند سيت ده. كنت هقفل بالحتة دي، بس في حاجة بقى في اخر كده عايز يعني بصراحة اقولها كده على الكاميرا وبنستر. احنا مشكلتنا الكبيرة ان احنا مش بنفكر ازاي نطور المايند سيت، العقلانية بتاعتنا، طريقة تفكيرنا، اسلوبنا، ازاي نتعامل في المواقف الفلانية، ازاي نعمل مش عارف كذا. يعني ما فيش حد فينا بيخش كده يدور على اليوتيوب مثلا ويكتب كوتشنج ازاي اتعامل في المواقف اللي هي صعبة، لما مثلا اعمل كذا في الشغل، فاهم قصدي، او يتعمل فيا كذا، او المدير يعمل معايا كذا ويتخانق معايا وانا مش عارف اتصرف ازاي. عارف المايند سيت بتاعنا محتاج تدريب وتطوير، وكل شوية هيعلى منك، وكل شوية هيفضل مكانه، وبعدين يحصل موقف هو اللي يعليك. هي دي اللي احنا بنسميها الخبرة. بس المايند سيت قوي قوي يا جماعة. المايند سيت ده لو عندك وشغال عليه وبتطور نفسك فكرا، تلاقي نفسك في مكان تاني خالص. فكر فيه، علشان احنا للأسف مش بنفكر فيه خالص ومش معترفين بوجوده أساسا. فاشتغلوا على المايند سيت. دي آخر كلمة عايز أقولها.